اللي قادرة عالتحدي وعالمواجهة. سكة السلامة شفت أنا منك انت ياما، ادي ربنا فيا بزيادة حس بيا. كان عندي كورونا بس الحمد لله تعافيت. علاقتك الفنية بالمستشار تركي آل الشيخ؟ والله كان عندنا علاقة فنية. واحدة من أجمل الأصوات في الوطن العربي، اتلقبت بملكة الغنى واتنافست مع أنغام على لقب صوت مصر. بدأت مشوارها من صغرها لما غنت لأم كلثوم وأبهرت الكل بصوتها القوي وإحساسها العالي. قدرت تعمل لنفسها مكانة مميزة بأغانيها اللي جمعت بين الأصالة والتجديد، وحققت شهرة كبيرة بحب الجمهور لأدائها المميز. لكن فجأة بتختفي، وبيدور حوالين اختفائها تساؤلات كتير، من تهديد لخطف وتعذيب. سببت حالة من الرعب عند كل اللي بيحبوها. يا ترى ايه سر اختفائها؟ ده اللي هنعرف كل تفاصيله مع بعض في الفيديو. آمال ماهر مندور، مواليد فبراير 1985. أول حد اكتشف موهبتها كان هو والدي. لما كنت صغيرة عندي 4 سنين كنت بغني للفنانة ياسمين الخيام. ما كانتش تعرف انها عندها الموهبة اللي تخليها نجمة، لانها كانت لسه طفلة. دخولي مجال الوسط الفني، انا كنت الاول عشان طفلة مش واخداه ان هو مسؤولية قد ما واخداه انا مبسوطة ان الناس بتعجب بيا وانا بقف على مسرح. بدأت تغني وهي عندها 13 سنة، ومن اول مرة طلعت فيها على المسرح خطفت قلوب الناس اللي بتحب الغنى في مصر والوطن العربي، وبقت دايما موجودة في اهم الاحتفالات والمناسبات الوطنية اللي بيحضرها كبار الشخصيات في الدولة. آمال بنتي صغيرة اللي عندها 14 سنة سمعت الغنوة دي وقالت لي عايزة أغنيها لبابا حسني مبارك. صوتها مميز جدا وقادرة تغني كل المقامات، وعلشان كده استحقت لقب ملكة الغناء. اكتشفها أستاذ الموسيقى محمد المليجي لما شافها بتغني في حفلة مدرسية، ومن هنا بدأت رحلتها. قررت تسيب المدرسة وتدخل معهد الموسيقى العربية، وهناك الأستاذ صلاح عرام سمعها وفتح لها الباب علشان تتعرف على الموسيقار الكبير عمار الشريعي، اللي كان سبب انطلاقتها الكبيرة. استاذ الميوزك بتاعي وراح لوالدي كلمه قال له هو انت وجهة نظرك ايه في امال؟ قال له عادي يعني بتغني خلاص. بدأت تكتب مسيرتها الفنية الخاصة سنة 2006 لما عملت أول ألبوم ليها اسألني أنا. صورت منه أغنية وحيدة وهي إيه بينك وبينها. والألبوم نجح وقتها وشجعها تكمل وتعمل تاني ألبوم ليها سنة 2011 باسم أعرف منين، واللي كان سبب انطلاقتها الحقيقية لعالم النجومية. ومن أشهر أغانيها أغنية اتقي ربنا فيا. بزيادة حس بيا، ورايح بيا فين، رايح بيا فين، اللي تم تصويرها فيديو كليب كانت من إخراج شريف صبري، وظهرت فيه آمال عارضة أزياء، واللي وقتها شافها الجمهور بصورة مبهرة، وإنها نجحت تخرج من القالب الكلاسيكي وتعيش سنها. صورتي الحقيقية كان جزء كبير منها في الكليب اللي انت شفتيه. أنا دماغي بحب الموضة، بحب اللبس، يعني أنا بقعد أقلد عارضات الأزياء لوحدي. أنا على الحقيقة شخصية غير اللي بتظهر للناس تماما. حاولت إن أنا يمكن عشان كنت عايزة أعيش وأنا صغيرة سن أكبر من سني. الألبوم ده تم تأجيله أكتر من مرة بسبب عدم استقرار الوضع في مصر، لكن بمجرد نزوله نجح نجاح مذهل وغير مكانتها لصفوف النجوم الكبار في العالم العربي. ولما اتسألت عن نجاحه قالت الألبوم ده فاق توقعاتي. ومن بداية 2013 عملت أغنية وطنية باسم يا مصريين، نجحت جدا وقتها بسبب ظروف البلد الغير مستقرة. ولما اتسألت عنها قالت انا حسيت ان ساعتها انا عايزه اقول كده، حاسه ان احنا رايحين في طريق انا مش فاهماه، طريق كله ضلمه، مش حاسه ان في اي حاجه ولو شمعة حتى بسيطه منوره. وفي سنه 2013 امال اعلنت ان البومها الثالث هيكون جاهز ويطلع في رأس السنه 2014، لكن بسبب الظروف السياسيه في مصر والوطن العربي وقتها الالبوم اتأجل. وفي نص 2014 امال قالت ان الالبوم هيتم طرحه في موسم عيد الفطر وهيكون اسمه سكة السلامة، لكن مع نهايه السنه اعلنت تغيير اسم الألبوم لأيام ما تتعوضش. وبعد كذا تأجيل الألبوم نزل سنة 2015 باسم ولاد النهاردة، وده كان التغيير الثالث لاسم الألبوم. الألبوم نجح وأغانيها كسرت الدنيا وأشهرهم سكة السلامة. سكة السلامة شفت أنا منك انت ياما، وأنا حبيتك، أنا حبيتك. شاركت كمان بأغاني في أفلام ومسلسلات، وحقيقي كلهم أحلى من بعض. مجرد وجود صوت آمال ماهر كان بينقل العمل في حتة تانية. سنة 2005 أغنية أنا بعشق الغنى في فيلم الحياة منتهى اللذة. أنا بعشق الغنى قدام عينيك.
2006 أغنية يا عيني عليكي يا طيبة في فيلم خيانة مشروع. يا عيني عليك يا طيبة. 2006 تتر مسلسل أولاد الشوارع. ابكي يا عيني على ماله. 2007 تتر مسلسل قضية رأي عام. السؤال في كلمتين احنا مين وليه وفين. 2007 تتر مسلسل عمارة يعقوبيان. بقينا يا عزيزة. 2008 تتر مسلسل في إيد أمينة. قالوا الملايكة مصيرهم جنة مع الأبرار. 2013 تتر مسلسل الداعية. إيه احنا غير حرية. 2015 أغنية الكلام عن ذكرياتنا في فيلم ريجاتا. الكلام عن ذكرياتنا. 2016 عملت دويتو مع المغني السعودي راشد الماجد لو كان بخاطري أنا. لو كان بخاطري أنا. لو كان بكيفي كمان. 2017 بتعمل تاني دويتو مع المغني العراقي ماجد المهندس اعترف. أمل اتجوزت أول مرة من الملحن محمد ضياء سنة 2002 وخلفت منه ابنهم الوحيد عمر، لكن الجوازة دي ما استمرتش أكتر من سنة، وللعلم هي اتجوزت في سن صغير جدا وده بسبب دخولها الوسط الفني في سن صغير، وقالت إن بسبب ده هي ما عاشتش مراحل حياتها بشكل طبيعي. بحس ان انا زي ما تقولي اللي ماشي 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 في خط وفجأة لقى نفسه في مكان غير المكان اللي هو ما كان ماشي فيه. اول ما خلفت عمر تحديدا. قد ايه كان عمرك لما خلفتي عمر؟ 18 سنة. لكن في سنة 2017 انتشرت أخبار كتير عن علاقة أمال بالمستشار تركي آل شيخ، وقالوا إنهم اتجوزوا بس كان جواز سري. اللي حصل إنه كان جايب لها الدنيا كلها تحت رجليها وقدم لها كل حاجة مادية، طيارة خاصة ليها في كل تحركاتها، شركة إنتاج خاصة ليها ولكل أعمالها وتنظيم حفلاتها، استوديو خاص تسجل فيه أغانيها مجهز على أعلى مستوى، حفلات في كل مكان، تعاملات مع أشهر الشعراء والملحنين. لكن في المقابل سحب منها كل شيء معنوي وما كانش ليها رأي في اختيار أي حاجة خاصة بيها، وبقى هو المتحكم في أي حاجة تخصها، لدرجة إنه اشترى من شركة عالم الفن كل شغلها القديم، وما كانش سايب أي ثغرة في العقود اللي بينهم تقدر تستغلها، كأنه قاصد يخليها تحت رحمته طول العمر. لكن طبيعي ومتوقع يحصل خلاف وبيتم الطلاق سنة 2018. أمل كانت فاكرة إنها أخدت حريتها وهتقدر تكمل حياتها ومسيرتها الفنية بسلام، لكنه ما كانش سايبها في حالها، استغل نفوذه في الوسط الفني ومنع ظهورها على الشاشة. وكمان بنعرف إن في بلطجي قام بالتعدي عليها قدام بيتها، وبالرغم من إنها واقعة مثبتة ومحرر بيها محضر في جنح المعادي، وبعد ما الحكاية وصلت للإعلام لما اتقال إنها قدمت بلاغ ضد تركي تتهمه بالتعدي عليها، لكن فجأة كل الأخبار دي بتتمسح وتختفي. رجعت الحكاية تطلع تاني لما أمال كتبت على صفحتها في فيسبوك إن حسابها على تويتر تم اختراقه، وإنها وأسرتها بيتعرضوا لضغوطات. كمان انتشرت أخبار بمنع إذاعة أغانيها وكليباتها على القنوات التلفزيونية وشبكات الإذاعة، وإن قوات الأمن قفلت استديو التسجيل بتاعها، وكمان بيتم قفل قناتها الخاصة على اليوتيوب. لكن في يناير 2019 اتصالحوا، وعشان كده اتعمل لها حفلة إطلاق ألبوم أصل الإحساس على مسرح المنارة في التجمع الخامس كهدية صلح بعد غياب 4 سنين وتأجيله لأكتر من مرة. كان من أضخم الألبومات اللي عملتها، في 16 أغنية كأنها بتثبت إنها راجعة بقوة تعوض فترة غيابها، والألبوم بينجح فعلا ومن أشهر أغانيه بداية بدايتك، أنا بداية بدايتك، وأغنية قالوا بالكتير. قالوا بالكتير كميو. بعدها في 2020 بتعمل تتر مسلسل ليه لأ، أغنية اللي قادرة. اللي قادرة. طبعا مش محتاجين نقول قد ايه الاغنيه دي نجحت، وكانت وما زالت من ايقونات الاغاني الداعمه لاحلام الستات والمحفزه على النجاح. في يونيو 2021 اعلنت اعتزالها بشكل مفاجئ على جميع منصاتها على السوشيال ميديا، لكنها ما وضحتش السبب. وفي يونيو 2022 بتحصل حاجه غريبه ملهاش اي تفسير منطقي، وهي انه بيتم حذف جميع اغانيها على المنصات الموسيقيه، وانتشرت اخبار عن احتجاز امال لدى جهه امنيه وانها بتتعرض للتعذيب، والاتهام كان موجه لتركي آل شيخ بسبب الخلاف اللي كان بينهم. لكنها بتطلع بعدها بفترة قصيرة من خلال فيديو انتشر ليها بتوضح فيه سبب غيابها. معلش الفترة اللي فاتت ما كنتش قادرة أكون متواجدة معاكم، كان عندي كورونا بس الحمد لله تعافيت. الناس ما اقتنعتش بكلامها، وطلع سيل من الإشاعات أكبر إنها مخطوفة وإنها طالعة تقول الكلام ده بالإجبار، وتفسيرات كتير بتوصلنا إن سر اختفائها حاجة مش طبيعية، لكنها بتظهر في برنامج الحكاية مع عمرو أديب وبتوضح كل حاجة بالتفصيل. ولما اتسألت عن رد فعلها لما شافت اللي بيحصل ده قالت خلاص يومين والموضوع ده هينتهي، اشاعه من ضمن الاشاعات يعني. هم عايزين يشوفوني يقولوا لا اصل دي اتعذبت، دي ما اعرفش، لو طلعت فانا هيقولوا اتعذبت، لو كنت طالعه في الوقت ده هيقولوا كده، لان كان
الكورونا مدمراني كان شكلك حقيقي. انا اتخضيت من كتر الناس القريبين اللي بيكلموني وبكلمهم برد عليهم ومش مصدقين ان انا اللي بكلمهم. ولما اتسألت عن علاقتها بالمستشار تركي آل الشيخ قالت كان عندنا علاقه فنيه وعندنا نجاحات كتير جدا، وان شاء الله باذن الله يحصل نجاحات قادمه باذن الله. الموضوع غامض وفيه اسرار كتير، وسواء اللي حصل ده كان مجرد اشاعات او حقيقه عاشتها وكانت مجبره تخبي ده، الا ان موقفها السلبي خلاها تخسر تعاطف جزء كبير من الجمهور. لكن من الواضح ان خطه انتقام تركي منها نجحت، لكنها كانت ناقصه حاجه واحده بس، ايوه هي الستات. كان عايز يوريها انه لقى الاحساس منها، ولما بص حواليه كده علشان يشوف مين اللي تنفع، ايوه بالظبط هي دي انغام. طيب ليه انغام بالذات؟ لان كان في خلاف بينهم من زمان على مين صوت مصر، فكده شغل كيد ستات هيسهل الدنيا اكتر. في 2018 ادى اغنيه بخاف افرح لانغام. بقيت دايما بخاف افرح. الاغنيه اللي كتبها بنفسه وسجلتها امال قبل ما المشاكل بينهم تحصل، وتقريبا كده حست امال باللي بيحصل فقامت منزلاها. بقيت دايما بخاف افرح. ودلوقتي الاغنيه موجوده بصوت الاتنين. بعدها يفضل التلقيح بينهم شغال من تحت لتحت، وانغام ما سكتتش، ما بتسيبش مناسبه ولا فرصه الا وتقعد تشكر في المستشار ابو ناصر كانه ما فيش في الدنيا غيره حواليها، لحد اخر حاجه حصلت بعد اصدار امال البومها الاخير. وفي يونيو 2022 بعد ما احيت امال حفلتها في مدينه العالمين كاول حفله ليها بعد العوده، تركي وقتها نزل صوره من عزاء عم بخ بيتريق على الحفله انها فاضيه يعني وما فيش فيها حد. تقوم انغام كمان تعلق بسخريه وقامت الدنيا على انغام حتى بعد ما حذفت تعليقها، لكنه اعتبرها اشاره واضحه واستغل الفرصه وتقدم لانغام واتجوزها. في سبتمبر 2023 رجعت امال للساحه الغنائيه بالبوم انا كويسه. الالبوم كله عباره عن 5 اغاني نوعيات مختلفه، كلهم نجحوا، لكن اشهرهم الاغنيه الرومانسيه انا الحب، واغنيه صاحبه عمري. صاحبة عمري وجنبي تملي. أمل دلوقتي عندها 40 سنة، مشوارها مليان إنجازات، وبالرغم من التحديات اللي واجهتها قدرت تكون ثروة من الغنى تقدر ب 200 مليون جنيه. ورغم كل الأزمات اللي عاشتها لكنها عمرها ما أثرت على حقيقة إنها تفضل صوت مميز وعلامة في عالم الغنى بأغانيها اللي بتلمس القلوب وإحساسها اللي بيوصل لكل الناس. مسيرتها شاهدة على إن الفن الأصيل دايما له مكانته، وهتفضل مصدر فخر وإلهام لكل اللي بيحبوا الموسيقى.